لو انت عروسة بتفكري تجيبي طقم علب للتلاجة يكون محكم الغلق، بيدخل الميكروويف، بيدخل الفريزر، استعماله سهل جدا، عمره ما هيبقع او هياخد منك لون، يبقى الفيديو ده علشانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة وتعالوا نبتدي الفيديو بتاعنا النهارده جايبه لكم طقم علب التلاجة، طبعا لكل عروسة ولكل ست بيت بتجدد في مطبخها. الطقم ده تركي 18 قطعة، فيه كل الأحجام اللي ممكن تستخدميها أو تحتاجيها في المطبخ. بصوا بقى، النهارده أنا هقولك على نصايح كتير وهقولك تجربتي وإيه الغلط اللي أنا عملته وأنا بجهز بنتي. بالنسبة لعلب التلاجة، تعالوا الأول بس نشوف كده الكرتونة، ده شكل الكرتونة. وطبعا زي ما قلت لك 18 قطعة تركي، سعره على قد الايد، بجد يعني. ان شاء الله هيكون في متناول اي حد ممكن يفكر يجيبه. بصوا بقى الغلط اللي انا عملته، اني انا لما كنت بجهز بنتي جبت الوطنيه، جبت علب ثلاجه الوطنيه اللي هو بتكون 3 قطع او 3 علب جوه بعض، وجبت كمان العلب اللي هي بتكون طويله دي والغطا بتاعها كان طالع ترند كده في شويه ايام او في وقت معين، برضو جبت منه. وجبت كمان اللي هي اللي هم 3 بيخشوا جوه بعض. يبقى انا كده جبت علب ثلاجه، يعني جبت حاجات كتير وفي نفس الوقت مش عمليه. وبرضو لازم اجيب تاني، يعني انا حاسه التلاتة اللي هم مستطيل لازم اجيب عليهم. فبجد الطقم ده حلو قوي، انا جبته وندمت ان انا جبت كل الرفايع التانية. الطقم ده فيه المدور، فيه المربع، فيه المستطيل، فيه اللي بيكون معتدل، وفيه اللي هو بيبقى عالي شوية بتاع الخزين. تعالوا بقى نفتح الطقم مع بعض ونشوفه مع بعض، يعني نشوفه. آه عايزه اقول لك بلاش تستعجلي، لو هتجيبي طقم علب للتلاجة في جهازك او لو انت هتجيبيه في مطبخك هاتي 18 قطعه وشكرا على كده، ما تجيبيش حاجه تاني. تعالي بقى نشوف محتوياته. بصوا بقى، هنا كده عندنا علبتين متوسطين، وعلبتين تحت منهم، يعني كل علبة من المربعين دول اللي هم الأربعة اللي قدامكم دول بتكون علبة جوه علبة. أنا فتحتهم من بعض ووريتكم الحجم. دول كده 4 علب شكل واحد بس حجمين، 2 مقاس واحد واتنين مقاس واحد. طيب هنيجي كده للمقاس التاني. المقاس التاني ده زي ما انتم شايفين كده برضو، كل علبة جواها علبة بتكون يعني واخدة الشكل الصغير بتاعها، يعني دي مربعة كان جواها 2 مربعين، دي مستطيلة جواها برضو 2 مستطيل، بس الحجم اللي بيكون أقل منها. يبقى عندنا هنا 4 علب مربعين، وعندنا هنا علبتين اهو مستطيل، وكان جواهم علبتين تانيين الحجم الأقل منهم بشوية. طبعا الحجم ده هو عامل لك فيه 4 صغيرين و4 كبار عشان الحجم ده هتستخدميه كتير. هنا كده العلبة اللي هي بتكون عالية شوية بتاعت الخزين، مش خزين رز وخزين مكرونة، لا دي بتكون للجبن، للجبنة القريش. ممكن تحطيها مثلا طبعا الجبنة القريش بنحط فيها مية وبنحطها في التلاجة. برضه هتحتفظي بالجبنة في العلبة دي، بدل ما تكون حاجة كده تكون واخدة مكان، لا دي طويلة كده فما بتاخدش معاكي مكان في التلاجة، وفي نفس الوقت هتشيل معاكي المية بالملح لو انتي مجهزة جبنة رمضان، حاطة جبنة فيها الشرش بتاعها، حاطة جبنة بمية وملح، الجبنة القريش مثلا، فحلوة قوي. وحاجات كتير بقى ممكن تحطي فيها نوتيلا، ممكن تحطي فيها أي حاجة. الحجم ده اللي انا قلت لك في منه 4 من المقاس ده و4 من المقاس اللي اصغر منه. بصوا ده المقاس اهو، احنا فتحنا 2 طلعنا من جواهم 2، ودول الاتنين التانيين. هنا كنت بوريك ان هو بيخش الميكروويف وبيخش الفريزر. طبعا الحجم ده اللي بيكون جوه العلبة دي اهو. يبقى عندنا من الحجم ده 4 و4 من اللي هو من الصغيرين. طب ليه ده 4 والباقي 2؟ لأن الحجم ده اللي انت تستخدميه كتير، اللي بيكون عليه الهلك وبتحتاجيه، فعاملين لك منه 4 و4. تمام. احنا في العلب المربعة يعني اللي بتكون واخدة التربيعة دي ما بنستخدمهاش قوي، لكن العلب المستطيلة عشان ما تاخدش مكان في التلاجة بنستخدمها، فعشان كده عامل لك منها 8 حجمين. طيب تعالوا بقى نخش على العلب الكبيرة. عندنا هنا علبة كبيرة وجواها علبة برضو أقل منها بشوية، يعني علبة وسط. طيب الطقم ده أصلا لما بيجي من بره بيبقى بيعدي 100 جنيه. عندنا اهو علبتين اهو، مش ده اللي احنا بنجيبه من بره بيكون في علبة تالتة صغيرة وشكرا على كده. لا ده 18 قطعة
تركي مش مصري، ما تقوليش بقى ماركة مصري ممكن ايه الغطا بتاعها يتفلق يتكسر لونها يغير ولا حاجة. طبعا انا هنا يعني عايزة اوريكي بقى الاحجام. عاجبني قوي قوي العلبة اللي هي مرتفعة شوية دي، عشان انا يعني شايفاها ان هي حلوة قوي للجبن والجبنة القريش بالذات. ده كده كل محتوياته وكل تكوين العلبة. انا بقى هنا كنت مش يعني ما كنتش فاهمة ان هم اربعة، بفكر كل حجم فيهم اتنين. بس لقيت اربعة زي ما انا قلت لكم اهو، اربعة من المقاس اللي هو المستطيل. طيب دلوقتي بقى نحطهم جوه بعض عشان ندخلهم الكرتونة تاني، عشان انا طبعا جايباهم في جهاز بنوتي مش ليا انا في المطبخ. جايباهم منين؟ بصوا بقى، الناس اللي عارفة كوبري مستورد، انا جايباهم من على كوبري مستورد. يعني في مكان كده عند الكوبري على البحر بيبيع بلاستيكات وبيبيع كل مستلزمات العروسة. الناس اللي عارفة المكان ده تروح تجيبه. لو انت بعيدة عن المكان ده، طبعا المكان ده في شبرا الخيمة، لو انت بعيدة عنه ممكن تجيبيه من حمام التلات، ممكن تجيبيه من العتبة، ممكن تجيبيه من اي محل للادوات المنزلية. يعني اي محل بينزل ادوات منزلية هتلاقيه. لكن لو ما لقيتوش بقى عليكي وعلى حمام التلات في العتبة او درب سعادة في العتبة. تمام. طبعا مستورد دي كل الناس عارفاها. يعني انت كمان ممكن تيجي عند المكان ده، هو اصلا بتاع بلاستيكات، يعني اساسه بتاع بلاستيكات، كل ما تتخيليه موجود. هنا كده كنت بدخل كل العلب جوه بعضها علشان خاطر اشيلهم تاني في الكرتونة، زي ما انا يعني خدتهم بالترتيب حطيتهم تاني بالترتيب علشان ادخلهم في الكرتونة واعرف احتفظ بيهم بقى واقفل الكرتونة بتاعتي. اهو زي ما انتم شايفين كده، بصوا الحجم ده 4 اهو، جواهم 4 صغيرين، والحجم ده مربع فيه 2، الحجم ده 2 جواهم 2 صغيرين، والحجم اللي هو العالي ده 2 كبار وجواهم 2 صغيرين، والعلبة اللي انا حطيتها الكبيرة دي جواها واحدة متوسطة. يبقى ده التكوين بتاع الكرتونة كلها. وطبعا لما فكناها مع بعض دلوقتي طلعنا كل العلب اللي داخل العلب، كان كاس الترابيزة مليانة، والعدد بتاعهم 18 قطعة. زي ما قلت لك ده تركي، السعر بتاعه يا بنات 450 جنيه. 450 جنيه، حلو قوي قوي. مش غالي في نفس الوقت. طبعا هو كان اقل من كده بس الحاجة بتغلى، هو غلي مع الحاجة. بس في الوقت ده ب 450 تمام يعني كويس. فلو انت محتاجاه بجد الحق هاتيه قبل ما الحاجة ترفع وتغلى وتولع. انتوا شايفين الاسعار عاملة ازاي. ما تجيبيش علب تلاجة فرداني لان هتندمي. هاتي الطقم العلب ده يبقى كله موحد في كل الاحجام، كل الحاجه اللي انت محتاجاها والاحجام اللي انت ممكن تحتاجيها موجوده جوه العلبه. لا تقولي بقى اجيب وطنيه، ولا تقولي بقى اجيب بالهلال والنجمه، ولا هجيب مدور ولا مربع ولا كل الكلام ده. هاتي الطقم ده وشكرا على كده.